بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. أعزائي المشاهدين الكرام، وصفتنا اليوم عصير الجوافة بالتمر السكري. عندنا المقادير: جوافة، حليب سائل، حليب بودرة، تمر سكري. نغسل الجوافة ونقطعها قطع وننظفها من جوتها وننزع لها اللب. بعدين نحطها في الخلاط ونزيد عليها حليب سائل، حليب بودرة، تمر بعد ما نزعنا له العظم، ونطحن الكل في الخلاط الكهربائي. بعد ما طحناه نصب في جيك العصير ونحطه في الثلاجة علشان يبرد لمدة 3 ساعة أو نص ساعة. وها هو عصير الجوافة جاهز، ونحطه مع الأكل وبألف صحة وعافية.